انت عندك كام سنة؟ 30؟ 35؟ 40؟ ولسه ما اتجوزتش حبيبي؟ مع انه قمر ده معاه عربية، ده واد امور، ده اتراكتيف جميل. دي اخلاقها وحياتها، ودي قمر، دي متربيه. انت عارفه هي كانت في مدرسه ايه؟ عارفه كانت في جامعه ايه؟ ولسه مكمله. انا عايز اسالكوا سؤال بصراحه، هو انتوا خايفين من ايه بالظبط؟ انك لوحدك، ولا شايف ان انت متاخر؟ لان في فرق كبير. وفي الفيديو ده ممكن اقول حاجات يمكن تزعل الناس، ممكن تبقى تمام بالنسبه للناس، بس عايزك تكمل للاخر لان هقول لك شويه حاجات بسيطه كده هتفرق معاك جامد، وممكن معرفش يمكن تغير نظرتك لحاجه او تزود لك حاجه. هنكتشف. اول حاجه لازم نعترف بيها في مصر والدول العربيه، احنا مش بنتعامل مع الجواز كانه اختيار، احنا بنتعامل معاه كانه امتحان ابن لذينه للصمود، للثبات. من اول ما هو ايه ده، كنت اقول لك من اول ما بيتم ال 25، لا هو ممكن يكون قبل ال 25 كمان. يعني انت ممكن تلاقي حد من وهو عنده 19 سنه بيفكر ان هو عايز يحجز واحده بتربيه واخلاق من هو في المدرسه مثلا. يعني ممكن في حاجات كده، بس خلينا يعني نحاول نبقى برضه اللي هي مش عايز نتكلم على الحالات اللي هي فاهم، نتكلم على الحاجات اللي هي ممكن تبقى نوعا ما الطبيعيه اللي بتحصل. من اول 25 بيبتدي السؤال، هو الجواز امتى؟ بعد ال 25 بسنه، بسنتين، بعد 3 سنين، 28 ابتديت لا انا لازم اجهز، انا عايز ابتدي ابني نفسي. والناس ابتدت، انا بقول لك عن تجربه، مش بقول لك كده الكلام ده يعني كانه على ناس، انا بقول لك عن تجربه. اول ما تلمس ال 30 لو انت مش متجوز، انا اتجوزت 33 وهقول لك وهحكي لك يعني انا كنت دماغي كانت بتروح ازاي من اول ال 30 كده. لما تلمسها وبالذات مع البنات يا عيني، يعني ربنا يكون في عونهم، يبتدي التفكير اللي هو هي ترى هي كويسه، هي فيها مشكله، او عندها حاجه، او عندها تجربه، او يمكن بتكلم حد في الخفا. انا حاسس ان هي بتعط، انا حاسس ان هي اكيد عند حد ماسك عليها زله، فمش راضيه تتجوز. ولا حد عارف ظروفك، ولا عارف انت حاسس بايه، ولا عارف حاجه عن ترتيبات حياتك، ولا بيسالك. كل اللي بيفكر فيه او مهتم بيه ان انت لسه ما جاتش سيره عريس في الافق، مش ظاهر، او عروسه في الافق كده مش ظاهرين. وبعد فتره من كتر الاسئله، عشان كده دي مرحله الصمود، بتبتدي انت كمان تتاثر، بتبتدي نوعا ما تقول ايه ده، هو في ايه فعلا؟ لما تبتدي بقى خلاص انا لمست ال 30 بس انا دلوقتي بقيت 32، هي في مشكله بجد ولا ايه؟ طب افرض انا عايز بس انا مش لاقي، تبتدي بقى ايه، تصحى كانها اللي واقده في كان في جرس خطر، وتبتدي تسال نفسك بقى اسئله وجوديه بقى، اللي هو انا في حاجه غلط؟ مع ان انت تبقى ممكن تبقى ماشي تمام عادي خالص ومبسوط وراجل او ست ممتازه وعامل حاجات كتير ومحقق حاجات كتيره اكتر من 600 مليون بني ادم متجوز، بس تبتدي تفكر بقى هو انا فاتني القطر، انا خلاص انا دلوقتي وصلت لل 37 بس مفيش عروسه، لا انا بضيع، عايز واحده تاكلني، تشربني، تغير لي، تلبسني، تهنمني، تحبني، احبها. تبتدي بقى ايه، تعلى بالحاجات اللي انت عايز حد يجي يملاها لك. فتظهر المشكله الاكبر الاعظم المرعبه، ان انت تبتدي تشك في كيانك، في شخصيتك، في الحاجات اللي انت بنيتها كل الوقت ده، او تمسك فيها جامد قوي خوفا من ان هي تتهز. ففي الحالتين طبعا ده خطر رهيب، انت هتبقى صعب في الحالتين. لما جيت افكر كده من معلومات المتواضعه طبعا دينيه، فكرت كده هل مثلا في حاجه اتقالت ان انت لازم تتجوز؟ ده حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك اللي يقدر فيكم يتجوز، ما قالش اتجوزوا، ما قالش. يعني الجواز مش محطوط من اركان الاسلام، انا مش بقول حاجه ضد الجواز، انا بس باخدك معايا في الرحله. الجواز عمره ما كان قيمه انسان. عايز اقول لك على حاجه يعني بصراحه، من تجربتي برضو، في ناس كتيره متجوزه متعذبه، مش بقول ان ده اللي هيحصل لك، بس في ناس كتيره متجوزه في حته مضلمه خالص، واختياراتهم طلعت غلط وباظت الجوازه وسابوا بعض وبيندموا والكلام ده. انت دايما بتحس ان انت فايتك حاجه، بس ما تعرفش الحاجه اللي فايتاك اللي انت متوقع انها فايتاك دي هي هتبقى عامله ازاي، او تجربتك فيها عامله ازاي. طيب هل معنى كده ان انا هقعد مستني؟ اكيد لا. لو قلت لك كده طبعا تبقى مصيبه. في فرق كبير بين الانتظار والايمان. انا بكلمك ايمانك ان انت اي حاجه بتحصل لك في حياتك هي الاحسن بتاعك في اللي انت فيه دلوقتي. قبل ما اتجوز منى انا كنت قاعد بفكر ان انا قبل الجواز خالص كنت بفكر اللي هو قشطه، لو في فرصه جواز كويسه او كده، اللي هو ممكن ندي للفكره نفسها، الفكره مش هنجري وراه، بس الفكره قشطه يعني، مش بقول ولا يعني، فاهم. قبل ما اتجوز منه كنت ده كان العقليه بتاعتي ساعتها ان الجواز اصلا ده فكره فاشله جدا 100%. ظهرت منه رحت مغير الموضوع ومشيت في اتجاه مختلف خالص. انا بصراحه مقتنع ان الحاجه اللي انت فاكر ان هي مش مناسبه ليك ممكن يبقى هو اللي فيها الخير الكتير، وممكن اللي انت فاكره ان هو المناسب ليك يبقى فيه شر كبير. هي بتيجي لوحدها. الايمان الحقيقي بيبان في ايه؟ بيبان ان انا
بفضل بشتغل على نفسي عادي. اهتم بصحتك عادي خالص. اصحابي اللي لسه مش متجوزين لحد دلوقتي بيقولوا لي احنا بندور على عروسه، انا عايز اتجوز، بيقولها كده عادي لسه زي ما هو، شخصيه محترمه. مش معنى ان هو الموضوع طول او اتاخر عليه ان هو قاعد مثلا بيعك جامد وبيبوظ جامد وبتاع، اللي هو لا انا لسه، لا هو بيمشي في الخطه اللي هو بتاعت ان هو انا خلاص انا كنت مثلا شاب وبعد كده ابتديت مثلا ايه، لو عكيت شويه ببتدي اتعدل شويه، بجهز نفسي لكاني انا ماشي في الرحله اللي هو خلاص انا ابتديت اهدى شويه، اركز شويه، اعقل شويه، اعمل حاجات ممكن اتجنن سنه. يعني بيعمل حاجات كده اللي هو انا عايز ابقى شخص معتدل، بيوسع دايره معارفه، بيحاول يحسن دخله، بيتعلم ازاي يعرف يعمل كوميونيكيشن او يتعلم تواصل. وبجد هو بيقول للناس عادي جدا اللي هو انا الصراحه يا جماعه جاهز اتجوز وبدور على عروسه كويسه، لانه خلاص انت بعد مرحله معينه بتبتدي تبص للحاجات دي بشكل عاقل. من اكتر الحاجات المدمره اللي انت هتمر بيك في حياتك ان انت تتفرج، او البنات بالذات تتفرجوا على مسلسلات وافلام اللي انتوا بقى بتشوفوا فيها الحاجات اللي هو بتاعت آسر ياسين، انهيار، ما مش عارف ديناس الشربيني، قمر، اموره، جمولي، الكلام ده كله. تقعد بقى ايه تتعبط في دماغك ولا في دماغك، وتبتدوا بقى ايه تعيشوا حاجات عشان انتوا مش عارفين تعيشوها بشكل طبيعي، قاعدين بقى بتتفرجوا على حاجات تخليكم تفتكروا الحاجات دي بتتاخد ازاي او بتتعمل ازاي، فتبتدوا تتعبطوا، تعرفوش تختاروا، تفتكروا ان انتوا العيشه يعني ممكن يبقى في فرص قدامكم ما تشوفوهاش بسبب ان انتوا فاكرين ان هي دي الطريقه خلاص اللي معموله لك بحبكه دراميه بنت كلب عشان انت تسيح او انت تسيحي. لا ده مش هو ده. القصص ما بتمشيش كده. القصه الحلوه بتاعتك او بتاعتك مش بتاعت حد تاني. فاللي عايز اقوله بس ان انت فكره ان انت هتفضل قاعد ومستني ده استسلام، ده مش توكل على ربنا، ده استسلام. لكن بتشتغل انت مكمل عادي في حياتك عادي خالص، وبتحاول تبقى شخص كويس واحسن، وبتحافظ على نفسك، تقوي علاقتك بربنا، تتحسن في حياتك الشخصيه، وكل ده ماشي مع بعضه لحد ما العروسه تظهر. عشان ان شاء الله برضو قدام شويه في الموضوع اللي انت بتعمله ده او الرحله دي، ما تفتكرش ان الجواز ده احلى يوم في حياتي يوم الفرح. احلى حاجه حصلت لي في حياتي البنت دي، احلى. انت بس مش مركز، انت في حاجات كتيره حلوه قوي حصلت في حياتك غيرها بجد موجوده، او غيره، مش غيرك ايه يعني، انت او هو. حبيب العمر والاحسن واحد في العالم والكلام ده كله انا مستنيه كده، ومستنيه يملاني، ومستنيه يحتويني، ومستنيه ده انهيار. هتتعبي وهتتعب انت كمان لو انت بتفكر ان الشخص يجي يملاك، وهتبقى بتخش على الحاجات اللي بتخشها من منطلق احتياج. ولو دخلت ان انت محتاج حد يملى لك حاجه، بدايه النهايه بتاعت حياتك وشخصيتك والواقع بتاعك، انت بتخش مع شخص عشان انتوا الاتنين تشاركوا حاجات مع بعض، مش عشان تملوا حاجات في بعض. يا ابني ارحمني يا ابني، اهو الجواز اهو، الجواز اهو. اخر حاجه عايزك تسالها لنفسك، هو انا لو الجواز اتاخر عليا شويه هعمل ايه؟ انا مؤمن ان ربنا اي حاجه هيعملها لك هي دي احسن حاجه. ما تتفصش او تحس ان انت فايتك حاجه في حته تانية. ربنا مش بيمنع عنك خير، اللي انت فيه اصلا ده خير، ما انت مش عارف. احنا ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا بنتحرك وبنسعى فقط. اعمل اللي عليك وادعي ان الخير اللي ليك يظهر لك، ايا كان ايه، جواز ولا مش جواز. عايز تدعي طبعا دي حاجه بقى بينك وبين ربنا، مش هتدخل فيها اللي هو يا رب عروسه، يا رب عريس ينجيني، الكلام ده انت حره وانت حر. بس انت حر. عشان برضو نخلي الموضوع لذيذ، اكتب تحت الفيديو كده قول لي ايه الجمل اللي اتقالت لك قبل كده خليتك تقول اللي هو الله يلعن ابو الضغط اللي عليا، او اللي هو انا عايز انجز بقى عشان اخلص، او الكلام ده. شكرا يا جماعه ان اتفرجتوا. اتمنى الفيديو ده يكون لذيذ ويصبركم، واشوفكم الفيديو الجاي.